التعلق العاطفي هو داك الرابط الخفي اللي كيتخلق ما بين جوج ديال الناس وكيخلي واحد فيهم يحس بأن سعادته والأمان ديالو وحتى الراحة النفسية مرتبطة بشكل كبير بالشخص الآخر. ماشي غير حب صافي وبسيط، ولكن حالة نفسية فيها مزيج من الاحتياجات العاطفية اللي ما تشبعاتش مع الخوف المستمر من الفقدان أو الهجر. يعني الإنسان اللي متعلق عاطفيا كيولي يقلب على الأمان والإطمئنان برا النفس ديالو عوض ما يلقاهم في الداخل ديالو، وهذا الشيء كيخليه يعيش حالة من التوتر وعدم الاستقرار، حيث كل شعور ديالو، كل فرحة، كل حزن كيرتبط بالآخر بشكل كبير، وما كيبقاش يحس براسو حر باش يحس بالرضا والسعادة من الداخل ديالو. التعلق العاطفي بهذا الشكل كيقدر يخلينا نفقدوا السيطرة على المشاعر ديالنا ونعيشوا الاعتماد الزايد على الشخص الآخر بلا ما نكون واعيين بمدى التأثير ديال هذا الشيء على حياتنا النفسية والعاطفية. من منظور علم النفس، التعلق العاطفي كيبدا من الطفولة، حيث الطفل مني كيكبر كيحتاج للحب، الحنان والأمان. في هذه المرحلة كيولي الطفل مرتبط بالشخص اللي كيوفر ليه هاد الحاجات الأساسية، سواء كانت الأم أو الأب أو أي شخص كيقوم بدور الحماية والرعاية. هاد العلاقة الأولى هي اللي كتحدد كيفاش الطفل غادي يفهم الحب والأمان ويكون علاقاته المستقبلية. ولكن إلى هاد الاحتياجات العاطفية ما تشبعاتش بطريقة صحيحة ومتوازنة، الطفل كيكبر وهو حامل فراغ داخلي كبير، وهذا الفراغ كيبقى معاه حتى كيكبر وكيحاول يعمره بأي وسيلة ممكنة، غالبا من خلال الحب والارتباط بالآخرين. وهذا الشيء كيخلق نوع من الاعتماد العاطفي، بحيث أنه الشخص ما كيبقاش قادر يلقى الأمان أو الطمأنينة داخل النفس ديالو وكيولي مرتبط بالآخر باش يحس بالقيمة والراحة. هذه الحالة العلاقة ما كتبقاش متوازنة أو مشاركة حقيقية، ولكن كتولي علاقة فيها توتر مستمر. الإنسان كيعيش ما بين الخوف والفقد والرغبة في التملك، وكيتأثر كل شعور ديالو ومزاجه بموقف الشخص الآخر، وهذا الشيء كيقدر يأثر سلبيا على الصحة النفسية ويخليه دايما عالق ما بين الرغبة في القرب والخوف من الألم. من الناحية الاجتماعية، التعلق العاطفي كيعكس صورة واضحة على الطريقة اللي كيربي بها المجتمع ولادو. بزاف ديال المرات التربية ما كتعلمش الطفل كيفاش يكون مستقل نفسيا ويقدر يعتمد على راسو، كتربيه على الخضوع العاطفي، على أن قيمته مرتبطة بشحال الناس كيبغيوه أو بشحال الآخرين راضيين عليه. هاد الشيء اللي كيخلي بزاف ديال العلاقات في حياتنا غير متكافئة، واحد الطرف كيجي كيعطي وكيضحي بزاف خوفا من الهجر أو من خسارة العلاقة، والآخر كيتلقى هاد العطاء بلا وعي كبير لأنه كيلقى راسو في موقع قوة وكيستغل هاد الوضع بلا ما يحس. والنتيجة أن التعلق العاطفي ما كيخليش العلاقة صحية، حيث كيولي التوازن مفقود والاعتماد النفسي على الآخر كيتغلب على الحب الحقيقي والدعم المتبادل. هاد الديناميكية الاجتماعية كتعمق الشعور بعدم الأمان وكتخلي الإنسان يعاني من التوتر والخوف المستمر داخل العلاقات ديالو. من وجهة نظر الفلسفة الإنسانية، التعلق العاطفي كيبان بحال التناقض الكبير اللي كاين في طبيعة الإنسان. من جهة بغينا نكونوا أحرار نعيشوا حياتنا بلا قيود، ومن جهة أخرى كنخافوا من الوحدة ومن الشعور بالفراغ. كنقلبوا على الحب والدعم العاطفي، ولكن بعض المرات كنتمسكوا بالحب بطريقة كتخنقنا وكتكبل الحرية ديالنا، وكنحسوا براسنا مقيدين حتى إذا كانت العلاقة مؤذية. الفيلسوف البوذي غوتاما بوذا كان كيشوف بأن الألم في الحياة كيجي من التعلق، حيث التعلق يعني أننا كنجبدوا سعادة الإنسان أو راحته من حاجة خارجية قابلة للتغيير، وهذيك الحاجة كتولي هي اللي مسيطرة علينا، والإنسان كيولي عبد لتقلباتها وما كيبقاش عنده حرية حقيقية. أما الفيلسوف الوجودي سارتر فكان كيشوف باللي الحب طريقة فلسفية أخرى، وكيقول بأن الحب كيولي جحيم إلا طلبنا من الشخص الآخر يكون هو سبب سعادتنا. بمعنى آخر، إلا ربطنا سعادتنا وراحتنا بالآخر بلا ما نكونوا مستقلين داخليا كنكونوا محكومين بمزاج الآخر، وهذا الشيء كيخلق ضغط دائم ومعاناة نفسية مستمرة.
يعني التعلق العاطفي من هذا المنظور الفلسفي كيبان حالة طبيعية عند الإنسان، ولكن إلا ما تحكمناش فيه وبقيناه بلا وعي كيقدر يحول حياتنا لمعاناة ويحد من حرية الاختيار والنمو الشخصي. إذا التعلق في حد ذاته راه ماشي خطأ، راه إحساس طبيعي كيدوز منه أي إنسان، حيت بطبيعتنا محتاجين نحسو بالقرب بالأمان وبالانتماء. ولكن المشكل كيبدا ملي هاد التعلق كيتحول لاعتماد مفرط، كيبدا ياكل من طاقتنا النفسية، يخلينا ندوبو في الشخص الآخر حتى كنساو راسنا. وفي هاد الحالة العلاقة ما كتبقاش حب صحي، ولكن كتولي نوع من التشبت المريض اللي فيه الخوف من الفقد كيسيطر على كل لحظة. كتولي كتفكر أكثر في كيفاش تحافظ عليه من كيفاش تحافظي على نفسك، وكتنساي بأن الحب ما خصوش يكون مصدر توتر ولكن مصدر راحة ونمو. الحب الناضج بالعكس هو أنك تختار تبقى مع الشخص لأنك كتعرف قيمته وكتقدره على حقيقته، ماشي لأنك خايفة تفقديه أو تبقاي بوحدك. هو حب كيخليك تحسي بالحرية ماشي بالقيد، وبالامتلاء ماشي بالنقص. الحب الناضج كيكون علاقة ما بين جوج واقفين على رجليهم، ماشي واحد متشبت بالآخر باش ما يطيحش. هو أنك تكوني في علاقة ولكن ما تضيعيش نفسك في ظلها، بقاي كتحبي ولكن حتى كتحبي راسك، وكتعرفي أن البقاء اختيار ماشي خوف. من الناحية النفسية والعلاجية، التحرر من التعلق ماشي كيعني أنك تولي قاسي أو بارد، وماشي غير الانفصال على الآخر، بل هو رحلة باش ترجع لراسك، تعرف راسك مزيان وتولي قريب من ذاتك الحقيقية. يعني خاصك تعلمي تكوني مكتافية من الداخل، تحسي بالأمان والاكتمال بلا ما تحتاجي شي حد باش يكمل لك الفراغ اللي في الداخل ديالك. الحب اللي كتقدميه خاصو يكون حقيقي، جا من قلب عامر ومليء، ماشي جا من الفراغ أو الخوف من الوحدة. العلاقة السليمة خاصها تولي فضاء للنمو والتطور، ماشي مرآة للخوف أو وسيلة باش تعتمدي على الآخر بشكل مفرط. خاصها تكون تجربة تعلمك توسع نظرتك للحياة وتخليك تكبري على المستويين العاطفي والنفسي. منين كتوصلي لهاد المرحلة التعلق كيتحول لارتباط صحي، كيبقى اختيار منك ماشي حاجة مفروضة أو اضطرارية. كيبني الحرية بلا قيود، كيعطي الحب بلا خوف، وكيخلي العلاقة مصدر دعم وسعادة حقيقية بلا ما تضيع شخصيتك أو استقلاليتك.